السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا جماعة في درس جديد من دروس الفوتوشوب مع حسن رضوان. النهاردة هنتعلم إن شاء الله أول درس من دروس الفوتوشوب، وهنفتح الفوتوشوب CS3. دي يا جماعة واجهة برنامج الفوتوشوب. طبعا برنامج الفوتوشوب بيحتوي على 10 القوائم فول داون منيوز، وهي القوائم المنسدلة إلى أسفل. بنشوف ونضغط على كل قائمة من القوائم دي ينسدل قائمة إلى أسفل بها العديد من الأوامر، زي ما حضراتكم شايفين. في 3 أنواع من الأوامر. نوع بيكون ينفذ بمجرد الضغط عليه، زي أي أمر من الأوامر دي. وفي أمر بيكون فيه قائمة فرعية منسدلة منه، زي مثلا أمر open recent. نشوف سهم بيؤدي إلى قائمة فرعية من هذا الأمر. وفي نوع تاني من الأوامر زي برنت مثلا، بنلاقي الأمر قدامه 3 نقاط صغيرين. ده دلالة على انه الامر ده بمجرد ضغط عليه بينفتح نافذة من هذا الامر، نافذة مربع حوار، لاختيار ما يناسبنا من هذا المربع. كمان بنشوف ان بنلاقي بعض الاوامر باللون الزاهي وظاهرة، دلالة على ان هذه الاوامر نشطة، في وضع نشط، اي انه يمكن استخدامها. وبعض الأوامر الأخرى بنلاقيها بلون باهت، دلالة على أنه هذه الأوامر لا يمكن استخدامها حاليا. ليه؟ لأنه لا يوجد الأمر الذي يمكن أن نستخدمها فيه. لا يوجد الأمر الذي يمكن أن نستخدمها فيه. فمثلا نفتح الملف جديد، فايل ونيو، ونشوف ما تحتويه هذه النافذة من أوامر. طبعا name untitled 1 معنى انه ده اسم الملف واسم المستند اللي هننشئه. طبعا هنا ممكن نكتب عنوان المستند زي ما احنا عايزين. طبعا احنا لو ما كتبناش ليه عنوان، بيسميه هو untitled 1، وهكذا untitled 2، وهكذا. بريسيت هنا مقاس الورقة او مقاس المستند. كاستم دي هي معناها ان احنا هنحط المقاسات بشكل يدوي. اما باقي القائمة دي كلها مقاسات مصممة ومعروفة للمستندات. هنا وايد العرض، وهايت الارتفاع، ريزوليوشن النقاء. هنا في السهم المجاور منسدل ده بنشوف انواع من المقاسات: الانش والبكسل. طبعا الانش اللي هو 2 سنتي ونص في 2 سنتي ونص. البكسل دي نقاط صغيرة جدا بنقدر نقيس بيها درجة نقاء الصورة، والسنتيمتر والمليمتر وهكذا. نختار مثلا الصورة بالسنتيمتر.
وبنحط زي ما احنا عايزين الصورة او المستند بتاعنا يكون عرضه وارتفاعه. resolution طبعا زي ما قلنا النقاء، يعني مثلا المستند ده او الدوكومنت ده بيكون الريزوليوشن بتاعه 72 بيكسل في الانش. بيكسل زي ما قلنا اللي هي نقاط اللون في الانش، يعني كل انش 2 سم ونص في 2 سم ونص في 72 نقطة بيكسل. color mode نوع الالوان RGB color. الار جي بي اللي هي الالوان الاساسية عندنا في المستند، اللي هي الريد والجرين والبلو، الاحمر والاخضر والازرق. في انواع او مود اخر من الالوان. طبعا الوان الار جي بي بتستخدم في الصور او المستندات اللي احنا نرفعها على النت او نستخدمها على جهاز الكمبيوتر. اما لو احنا هنعمل مستند ونطبعه على ورق فيكون بالسيماك الكلر، لان هو بيكون اكثر دقة واكثر وضوح في المستندات اللي بتطبع. 8 بت طبعا درجة نقاء الصورة في 8 وفي 16 وفي 32. 8 كويس خالص، لان احنا لو زودنا خلينا 16 او 32 بتدي نقاء اعلى للصورة، ولكن بتزيد حجم الصورة، فلو احنا رايحين نرفعها على النت بتكون صعبة لانه بتكون بيزيد حجمها. background contents دي طبعا الخلفية زي ما احنا عايزين، الخلفية بتكون وايت بيضة او background color يعني خلفية ملونة او transparent شفافة. نختار خلفية بيضاء. هنا مثلا هنكتب في الانتايتل ده نكتب عنوان مثلا نكتب مثلا الصورة الأولى مثلا الصورة الأولى، قول اوكي. فتح معانا المستند اللي اسمه الصورة الأولى. نوع الألوان بتاعته RGB 8 بت. هنا 66.7 دي درجة الاتساع بتاع المستند. طبعا زي ما احنا قلنا الأوامر اللي بتكون باهتة أو بلون غير ظاهر ده معناها إن هي غير نشطة أو لا نحتاج ليها الآن. يعني مثلا الأوامر الكات وكوبي ميرج وبيست دي طبعا غير نشطة. ليه؟ لأنه مفيش أصلا حاجة اللي خدناها في الحافظة عشان ننسخها أو نلصقها أو نقصها. يعني مثلا لو احنا جبنا بأداة التحديد دي وخدنا مساحة معينة حددناها كده ورحنا للقائمة edit هنلاقي ان الكات اصبحت نشطة والكوبي اصبحت نشطة وكلير وهكذا، دلالة على انه هذا الامر اصبح يمكن استخدامه الان. ونكمل ان شاء الله في الدروس الجاية باقي الاوامر وباقي ادوات الفوتوشوب، وهنشوف استخدام كل الادوات دي وازاي نستخدمها واستخدام هذه النوافذ وازاي نستخدمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.